طول عمري باحب خروج رامي ربيعة بالكورة، وباحب سيروهات رامي ربيعة اللي بتبقى من الخلف، اللي عمل واحدة النهارده قدّام إيران كورة عالمية جميلة جدًا، وكانت سبب في الهدف الأول، الكورة اللي لعبها بالمقاس على صدر زيكو، وزيكو قدر يريّحها لصلاح، وصلاح طبعًا عمل اللي عمله وسدد التسديدة، والحارس أنقذها، وبعد كده راحت لمحمود صابر وقدر يفنشها في المرمى، ولكن ده رامي ربيعة وسيروهاته المميزة جدًا، جدًا، جدًا من الخلف، وحاجة بتميز رامي ربيعة من أيام الأهلي، ولذلك رامي ربيعة لا غنى عنه الفترات اللي جاية في منتخب مصر، حتى لو حمدي فتحي رجع، حمدي لازم يلعب في نُص الملعب بعد ما مهند لاشين أخد إنذارين. طبعًا دي مش الكرة الوحيدة، أدي واحدة تانية برضه بخروج رغم إن الراجل مضغوط عليه بقوة من مهاجم إيران، ولكن رامي ربيعة بثرو جميل في الحتة الفاضية لإمام عاشور، طلع له في نُص الملعب بكورة واحدة، بتمريرة واحدة، بذكاء وبمهارة وبدقة متناهية من رامي ربيعة صاحب السيروهات والخروج بالكورة المميز. أنا حقيقي باحب رامي ربيعة جدًا، وخروج رامي ربيعة وسيروهات رامي ربيعة المميزة، وخروجه بالكورة بالمقاس حرفيًا بالدقة المتناهية دي، وما أعرفش إزاي كان بيلاعب حمدي فتحي عليه الماتشات اللي قبل كده. بعد إصابة حمدي فتحي رامي ربيعة ابتدى ياخد، ولذلك رامي ربيعة لازم يكمل كقلب دفاع تاني جنب ياسر إبراهيم المباريات الجاية إن شاء الله مع منتخب مصر، بسبب خبرته وبسبب السرعات اللي بيضرب بيها خط الدفاع. رامي ربيعة طول عمره مميز بده، ورامي ربيعة من أفضل لاعبين المنتخب في الماتشين اللي لعبهم، سواء ماتش نيوزيلندا أو الماتش التاني بتاع إيران. متنساش اللايك والشير والمتابعة وتعمل فولو عشان يوصلك كل جديد، وتقول لي إيه رأيك في رامي ربيعة وسيروهاته اللي ملهاش حل، اللي بيقدر يعملها وبيقدر يضرب بيها كل خطوط الدفاع وخط النص. وبس كده، سلام.